المشاهدين سننتقل مباشرة لتغطية الأحداث في اليمن مع مراسلنا هناك. مراسلنا يعطيك العافية. ما تقولي لي هيدي انت يا دولي؟ عطرميزة؟ لا والله فراس حطوم. يا اهلا وسهلا بالاخت دولي، وشكرا لانه قلتي لي المراسل تبعنا. ما هي آخر المستجدات في اليمن عطرميزة؟ اني انقل لكم مباشرة من اليمن، من جزيرة النهدين. شو قلت؟ نحن على الهوا. واذا كنا على الهوا، الجزيرة باليمن اسمها النهدين، شو بدك غير لها اسمها يعني؟ بعدين سيطر عليها الحوثيين من امبارح. وهل هناك احتكاكات؟ بالنهدان اكيد في احتكاكات، كثير في احتكاكات بالنهدان. بلشت الاحتكاكات من امبارح بالليل واستمرت حتى الان. طيب هيدي الاحتكاكات بين مين ومين؟ بين النهدين، قصدي اقول بين كتلتين كثير كبار باليمن، كتلة اليمين وكتلة اليسار. وللأسف النقطة الواقعة بين الكتلتين اثنيناتهم عم يتعاركوا عليها، وهلا ماشي فيها السفق. شو قلت؟ قصدي اقول القصف. طب قلي كيف ستتطور هذه الأحداث هناك؟ والله هلا هن بيني وبينك بس يخلصوا من النهدين راح يروحوا ينزلوا نزول، يضلوا نازلين نزول ليوصلوا لمناطق حساسة أكتر. هل برأيك ناويين يبقوا كتير في منطقة النهدين؟ يعني أنا حسب ما بقى شايف أكيد رح يبقوا كتير بمنطقة النهدين، لأنه الجماعة مكبوتين الكبت اللئيم. وبعدين أنا حسب ما شايف إنه سمعت القصة هي قصة بس فوتة وطلعة، فرح يضلوا فايتين طالعين، يفوتوا ويطلعوا يفوتوا ويطلعوا يفوتوا ويطلعوا لاخر شيء يجي امر من القياده يوقفوا المعارك. وبعدين بده يطلعوا على الحديد. شو قلت يا عطرميزة؟ شو قلت؟ ولك الحديدة شو قصتك يا عمي؟ الحديدة منطقة باليمن. ولك شو هيدي يا عمي حدث؟ شو انا عم بألف من عندي؟ الحديدة على الحديدة. عيب عليك، عيب عليك. أعزائي المشاهدين رح نتوقف مع فاصل ونرجع. ولك ليش بدنا نتوقف مع الفاصل؟ ولك المنطقة هون باليمن اسمها الحديدة، شو أنا مسميها؟ بعدين طولي بالك يا عمي، روحوا جيبوا لنا شي وحدة مثقفة بتعرف بالجغرافيا، جايبين لي مذيعة ما بتعرف كوعة من بوعة. خلص أنا عطبت، صار بدها بقبيرة. لا ولك لا الله يعطيك عافية. مش هتوصلوا وين ما رحت. عطرميزة ختاما شو بتحب تضيف؟ انا بحب ضيف. لا طولوا بالكم، لا يا شباب، لا طولوا بالكم، انا مراسل، انا صحافي. تفضل بعين ضلي دخيلك ساعدوني، انا مخطوف. لك اكيد رح ساعدك، ولو يا عطرميزة ما هيدا اعتداء مباشر على الاعلام الحر. واذا انا ما انكتب لي امر جديد واتكلت باليمن، اكتبوا على عبري العطرميزة شهيد النهدين.